السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة الصف الثاني الإعدادي، رجعنا لكم النهاردة بفيديو جديد، والنهاردة بنتكلم على المقارنة بين قياسات الزوايا في المثلث، وده يعتبر أهم درس في الوحدة. لو فهمته هتفهم اللي جاي، ويعتبر جمعت الوحدة، والدرسين اللي جايين سهلين جدا فمفهمش أي حاجة، فده أهم درس في الوحدة، فركز عليه كويس عشان تقدر تفهم يعني إيه الدرس اللي فات أصلا اللي أنت ما كنتش فاهم فيه حاجة، وأنا متأكدة من ده. تمام. طبعا هسيب لكم لينك قائمه التشغيل فوق على الشاشه، لو انتوا ما شفتوش الفيديوهات اللي فاتت كلها تقدروا تشوفوها، سواء بقى جبر، هندسه، مراجعات. طبعا نزلنا مراجعات على كل اللي اتشرح لحد دلوقتي، سواء الوحده الاولى جبر كلها كل الدروس، نزلنا مراجعتين، مره نص الوحده ومره الوحده كلها على بعضها، وكذلك نزلنا برضو مراجعات على الهندسه من المذكره، وبرضو كذلك من كتاب المعاصر. تمام. فطبعا كل الفيديوهات دي موجودة في قائمة التشغيل، تقدر تدخل على قائمة التشغيل وتشوف ايه الفيديوهات اللي انت محتاج ان انت تتفرج عليها وتشوفها. تمام. استنونا طبعا في المراجعات برضو اللي جاية على الوحدة دي والوحدة التانية في الجبر. طبعا احنا شرحنا برضو حاجات من الوحدة التانية في الجبر بس لسه ما خلصتش. تمام. فيلا بينا نكمل. هنا بقول لي المقارنة بين قياسات الزوايا في المثلث. انت بتقارن ما بين زاويتين في مثلث، انت عندك مثلا 3 زوايا في كل مثلث، فانت عايز تقارن ما بين كل زاويه والتانيه، هل مين دي الاكبر من مين، ولا دي الاصغر، ولا ايه حكايتهم، ولا الاتنين قد بعض، ولا ايه حكايتهم. فقال لي الزاويه الكبيره بيقابلها الضلع الكبير، الزاويه الكبيره بيقابلها الضلع الكبير. طبعا هسيب لكم لينك جروب الواتساب والتليجرام والكلام ده كله تحت في الديسكريبشن، تقدروا ان تدخلوا تشوفوا السوشيال ميديا يعني لو حد عايز يدخل يعني. المهم، انت عندك دلوقتي زاويتين وبتقارن ما بين الزاويتين، طب مين الكبيره ومين الصغيره؟ قالك الزاويه اللي قصادها ضلع كبير هي بتبقى الكبير، الزاويه اللي قصادها ضلع صغير هي الزاويه الصغيره. يعني انا لو قارنت ما بين الضلعين، الضلع الكبير بيبقى قصده الزاويه الكبير، الضلع الصغير بيبقى قصده الزاويه ايه الصغير. يعني مثلا وليكن انا قلت لك انت عندك مثلث زي ده مثلا كده، ألف ب جيم، رتب لي الزوايا بحيث ان ألف ب أكبر من ب جيم أكبر من ألف جيم. مين أكبر زاوية فيهم؟ مش ألف ب أكبر ضلع؟ ألف ب أكبر ضلع. مين الزاوية اللي قصاد ألف ب؟ هي زاوية ج، يبقى قياس زاوية ج أكبر من قياس زاوية. مين الزاوية اللي قصاد ب ج؟ ب ج أهو. مين الزاوية اللي قصاده؟ زاوية ألف أكبر من قياس زاوية ألف. أكبر من مين الزاوية اللي قصاد ألف جيم؟ الزاوية اللي قصاد ألف جيم هي زاوية ب، يبقى أكبر من قياس زاوية ب. يبقى أنا كده رتبت قياسات زوايا المثلث على حسب ترتيب الأضلاع، الضلع الكبير بيقابله الزاوية الكبيرة، والضلع الصغير بيقابله الزاوية الأصغر. تمام؟ فاحنا لما بنيجي نقارن، علشان نقارن ما بين الزوايا لازم الاول نقارن ما بين الاضلاع ونشوف مين الضلع الكبير. فكمل معايا، يلا نشوف بقى كده بالترتيب. اذا اختلف طول ضلعين في مثلث، الكبير في الطول بيقابله ايه؟ زاوية اكبر في القياس، الضلع الكبير في الطول بيقابله زاوية اكبر في ايه؟ القياس. بقول لي المثلث أ ب ج إذا كان أ ب ب7 وب ج ب5 وأ ج ب6 أصغر زوايا القياس. رتب الأول الأضلاع. أكبر ضلع هو أ ب، وبعدين أ ج، وبعدين ب ج. مين اللي أ ب؟ مين الزاوية اللي قصاد أ ب؟ زاوية ج. أكبر من مين الزاوية اللي قصاد أ ج؟ زاوية ب. أكبر من مين الزاوية اللي قصاد ب ج؟ زاوية أ. طيب اصغر زاويه هي زاويه أ، ليه؟ لان هي اللي قصاد ب ج، مش ب ج ده اصغر الاضلاع؟ يبقى الزاويه اللي قصده هي اصغر الزوايا. تمام. فاصغر ضلع هو بيقابله اصغر زاويه، اصغر ضلع بيقابله اصغر ايه؟ زاويه. بقول لي ده ه اكبر من ه واو، مين اللي قصد ده ه؟ واو. طب مين اللي قصد ه واو؟ د، يبقى اكبر من قياس زاويه د. دايما لو هو مديكوا الرمزين، الرمز الثالث هو بيبقى الزاويه. تمام. بقول لي في المثلث أ ب ج إذا كان أ ب أكبر من أ ج أكبر من ب ج. مين الزاوية اللي قصاد أ ب؟ هقول له قياس زاوية ج. مين الزاوية اللي قصاد أ ج؟ هقول له قياس زاوية ب، الرمز الثالث. تمام؟ مين الزاوية اللي قصاد ب ج؟ هقول له قياس زاوية أ. تمام؟ اتس اوكي. هنا بعد كده سوري. بعد كده بيقول لي ايه؟ ثواني كده اما نجيب لون تاني.
نجيب مثلا ايه؟ احمر. ماشي يلا نجيب احمر. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي في كل من الاشكال الاتيه قارن لي ما بين زاويه الف وزاويه باء. تعالوا كده نشوف. زاويه الف اهي، الضلع اللي قصادها اهو. زاويه باء اهي، الضلع اللي قصادها اهو. مين اللي قصاد زاويه الف؟ الكبير ولا الصغير؟ الكبير، لان 6.2 اكبر من 4 سنتي، فيبقى زاويه الف اكبر من قياس زاويه باء. تمام. طب قياس زاويه الف، قياس زاويه الف ده بيقابلها اكبر ضلع، يبقى هي اكبر زاويه على طول. فلما تيجي تلاقي ما بين الف واي حاجه يبقى هي اكبر حاجه. ليه؟ لان هي الف الضلع اللي قصادها هو اكبر ضلع، الضلع اللي قصاد الف هو اكبر الاضلاع. طيب زاويه ب اهي قصادها 4 سنتي. طب زاويه ج قصادها 5.4 سنتي. زاويه ج اهي الضلع اللي قصادها اللي هو 5.4. طب مين اللي بيقابلها الضلع الكبير؟ زاويه ج، يبقى زاويه ج هي الكبير. وهكذا في الباقي. بس هحل دي. بقول لي ب الف ج، ب الف ج اهو، ب ج الف، ب ج الف اهي. مين الكبير؟ الزاويه دي قصادها 8 سنتي، والزاويه دي الضلع اللي قصادها ب5 سنتي، يبقى اكيد الزاويه الكبيره هي اللي بيقابلها الضلع الكبير. د الف ج، د الف ج اللي هي دي، وقصادها كام؟ قصادها 7 سنتي في المثلث الثاني، قصاد الزاويه دي 7 سنتي. ود ج الف اللي هي الزاويه دي قصادها الضلع كام؟ 6 سنتي. مين الكبير؟ ده. تمام. ب الف د، ب الف د. طب بصوا يا جماعه، مش انا قلت ان الزاويتين دول الزاويه دي اكبر من دي ودي اكبر من دي؟ فلما تجمع الزاويتين الكبار هيبقى اكبر من مجموع الزاويتين ايه؟ الصغيرين. لما اجمع الزاويتين الكبار هيبقى اكبر من مجموع الزاويتين الصغيرين. انا قلت في المثلث ده ان دي اكبر من دي، وفي المثلث التاني دي اكبر من دي، فمعنى كده ان الاتنين الكبار اكبر من الاتنين ايه؟ الصغيرين. والفكره دي اكتر فكره بتيجي على الدرس ده او في الوحده التانيه عموما. هنا بقول لي رتب قياسات زوايا المثلث ا ب ج من حيث في كل من الحالتين الاتيتين ترتيبا تصاعديا. ترتيبا تصاعديا ده معناه من الصغير للكبير، من الصغير لايه؟ للكبير. مين اصغر حد هنا؟ ا ج، اصغر من اللي بعدها مين؟ ا ب، اللي بعدها مين؟ ب ج. ا ج مين اللي قصادها؟ زاويه ب، اصغر من مين اللي قصاد ا ب؟ زاويه ج، اصغر من مين اللي قصاد ب ج؟ زاويه ا. بس كده. تمام. هنا بيقول لي فيها الشكل المقابل ا ج اكبر من ا ب، ا ج اكبر من ا ب. تمام. فمعنى كده مين الزاويه اللي قصاد ا ج؟ انت هتشتغل بقى هنا في مثلث، يبقى انا لما هاجي اكتب برهان هقول له في المثلث ا ب ج، لان هو دلوقتي مديني مقارنتين في المثلث اللي فوق. تمام. ضلعين، بيقارن ما بين ضلعين في المثلث اللي فوق، فهقول له فيها المثلث ا ب ج بما ان، استنوا ما اصغر بس خط القلم شويه. هو بيكبر ولا بيصغر؟ بنصغر من هنا، سوري. امال ده ايه؟ ماشي. تمام كده صغرها. فيها المثلث ا ب ج، انا عندي ا ج اكبر من ا ب، ا ج اكبر من ا ايه؟ ب. مش كده بقى يعني، مش كده يا جماعه، انا عارفه ان انا زهقتكم. ا ج اكبر من ا ب. لو جيت رسمت المثلث لوحده كده بره اهو، ا ج ب، ا ج هو الكبير. مين الزاويه اللي قصاد ا ج؟ زاويه ب. يبقى اذا قياس زاويه ا ب ج، ليه؟ لان انا عندي هنا كذا زاويه، فاقول له قياس زاويه ا ب ج اكبر من مين الزاويه اللي قصاد ا ب؟ ا ب اهو، الزاويه اللي قصده اللي هي دي، اللي هي ا ج ب، ا ج ب، وهنسميها رقم 1 ونركنها في جنب، ونسميها رقم 1 ونركنها ايه؟ في جنب. تمام. اوكي. هنا بعد كده
يبقى انا جبت دلوقتي استنتجت دلوقتي ان قياس زاويه ا ب ج اللي هي دي اكبر من قياس زاويه ا ج ب اللي هي دي. تمام. طيب في المثلث اللي تحت، المثلث ده مثلث متساوي الساقين، يعني الزاويه دي هتساوي الزاويه دي، يعني الزاويه دي هتساوي الزاويه ايه دي. فهقول له في المثلث د ب ج، في المثلث د ب ج، بما ان د ب يساوي د ج، يبقى اذا قياس زاويه د ب ج اللي هي الزاويه دي هتساوي الزاويه دي، يبقى اذا قياس زاويه د ب ج تساوي قياس زاويه د ج ب، د ج ب. تمام. يعني المثلث ده مثلث متساوي الساقين، يعني المثلث ده مثلث متساوي ايه الساقين. طب يا مس دلوقتي هنسمي دي رقم 2. لو انا جيت جمعت المعادله المتباينه رقم 1 والمتباينه رقم 2 مع بعض، هقول له بجمع 1 و2 هيديني ايه لما اجمع المتباينتين دول مع بعض؟ هيديني ان الزاويه دي زائد الزاويه دي اكبر من مجموع دول. ليه؟ لان دي اكبر من دي والاتنين دول قد بعض، فلما اجمع بصوا زي كانها ايه، مثلا دي ب70 ودي ب50 ودي ب30 ودي ب30 مثلا، بفترضها لكم بالارقام عشان تبقوا فاهمين. دي اكبر من دي ودي بتساوي دي، لما اجمع الكبيره زائد واحده من المتساويين هتبقى اكبر من الصغيره زائد واحده من ايه من المتساويين. 70 زائد 30 ب100 و50 زائد 30 ب80. فاقول له بجمع 1 و2 ينتج ان قياس زاويه ا ب د اكبر من قياس زاويه ا ج د، وهو المطلوب اثباته. تمام. بس كده. انا هصغر بس دي شويه عشان تبقوا شايفين واعرف اكتب براحتي. هنا بيقول ايه؟ س ص اكبر من س ل، س ص اكبر من س ل، يعني ده كده لازم يتحط في مثلث الضلعين دول، فانا هوصل ص بايه؟ بلام، لانه بيقول لي س ص اكبر من س ل، يعني هو بيقارن ما بين الاثنين دول، وما دام بيقارن ما بين الاثنين دول يبقى لازم يتحطوا في ايه؟ في مثلث. فهقول له العمل نصل صاد س، او نرسم صاد لام، نرسم صاد ايه؟ لام. وبعد كده نقول له في المثلث س صاد لام، س صاد ايه؟ لام، بما ان س صاد اكبر من س لام، س صاد اكبر من س ايه؟ لام. مين اللي قصد س صاد؟ الزاويه دي كده، يبقى اذا قياس زاويه س لام صاد، س لام صاد اكبر من قياس زاويه مين اللي قصد س لام؟ مين اللي قصد س لام؟ الزاويه دي اللي هي س صاد لام، س صاد لام. تمام. يبقى اذا الزاويه دي اكبر من الزاويه دي. طيب بعد كده رجع قال لي ايه؟ انت عندك صاد عين اكبر من عين لام، صاد عين اكبر من عين ايه؟ لام. هقول له في المثلث عين صاد لام، بما ان صاد عين اكبر من عين لام، صاد عين اكبر من ايه؟ من عين لام، يبقى اذا قياس زاويه صاد لام عين اللي هي قصد صاد عين. مين اللي قصد صاد عين؟ الزاويه دي يبقى اذا قياس زاويه صاد لام عين اكبر من قياس زاويه مين اللي قصد عين لام؟ اللي قصد عين لام هي الزاويه دي اللي هي لام صاد عين او عين صاد لام. برضو هقول له بجمع 1 و2 هسمي المعادله دي رقم 1 والمعادله دي رقم 2. هقول له بجمع 1 و2 ينتج ان لما اجمع الاتنين الكبار هيبقوا اكبر من مجموع الاتنين ايه؟ الصغيرين. ينتج ان قياس زاويه س لام عين اكبر من قياس زاويه س صاد عين. قياس زاويه س لام عين اكبر من قياس زاويه س صاد عين. تمام. تعالوا نشوف المساله اللي بعدها. انا طبعا اكيد مش هقعد اقول كل المسائل، بس هقول لكم دي سريعا. هو بيقول لي ان عندك ا ب ج د شكل رباعي فيها ا د بيساوي ا ج، ده بيساوي ده، وب ج اكبر من ا ب، فانت هتوصل الاثنين دول ببعض. يبقى العمل هنا ان احنا نرسم نصل ا ج، نصل ا ايه؟ ج. هتلاقي ان الزاويتين دول قد بعض
اللي هي دي ودي، وعندك ب ج هي الكبيرة، يبقى زاوية أ هي الكبيرة، يبقى دي أكبر من دي، يبقى دي أكبر من إيه؟ من دي. لما تجمع الكبيرة زائد الزاوية اللي بتساوي بعضها هتلاقي إن زاوية أ أكبر من زاوية إيه؟ ج. ماشي؟ بقول تعالوا نحل دي علشان مش مرسومة، فتعالوا نحلها. بقول لي أ ب ج د شكله رباعي، أ ب هو أطول أكبر الأضلاع طولا، أ ب أكبر ضلع، تمام، وج د أصغر ضلع، أ ب ماشي ج د مثلا أهو، ده أكبر ضلع وده أصغر إيه؟ ضلع، تمام. اثبت إن قياس زاوية ب ج د أكبر من قياس زاوية ب أ د. ب أ د عايز اثبت إن قياس زاوية ب ج د اللي هي الزاوية دي أكبر من قياس زاوية ب أ د اللي هي دي، فإن احنا هنعمل إيه؟ هنوصل الاتنين دول بإيه؟ ببعض. هنوصل الاتنين دول بإيه؟ ببعض. فأنت لما تيجي تشتغل هتشتغل في المثلث ده مرة والمثلث ده مرة. هو قايل لي إن أ ب هو أكبر الأضلاع، فمعنى كده إن أ ب أكبر من ب إيه؟ ج. معنى كده إن أ ب أكبر من ب ج. وبما إن أ ب أكبر من ب ج، الزاوية اللي قصاد أ ب هي الزاوية دي كده، هي زاوية، يبقى إذا قياس زاوية أ ج ب أكبر من قياس زاوية مين اللي قصاد ج؟ مين اللي قصاد ب ج؟ ب ج فين؟ أهي. مين اللي قصادها؟ اللي هي الزاوية دي كده، اللي هي ج أ ب أو ب أ ج. ب أ ج. بنفس الطريقة أنا عندي ده أصغر الأضلاع، فمعنى كده إن د أ أكبر من د ج. ليه؟ لأن هو قايل إن ده أصغر ضلع في الشكل الرباعي، تمام؟ د أ مين اللي قصادها؟ اللي هي الزاوية دي اللي هي د ج أ، يبقى إذا قياس زاوية د ج أ أكبر من قياس زاوية مين اللي قصاد د ج اللي هي الزاوية دي، أكبر من قياس زاوية د أ ج. تمام؟ هنجمع الاتنين يبقى الاتنين الكبار أكبر من الاتنين إيه؟ الصغيرين. طيب أنا عايزة هنا مثلا حاجة زي كده، بيقول لي أ ب ج مثلث فيه أ ب أكبر من أ ج، تمام، س ص بتوازي ب ج، برهن إن أ ص س أكبر من أ س ص. المسألة دي تافهة قوي، أنت عندك دلوقتي كأن ده مش موجود خالص، كأن ده ماله مش موجود، سيبك من ده دلوقتي. هو بيقول لي إيه؟ بيقول لي إن أ ب أكبر من أ ج، فأنا هقول له في المثلث أ ب ج، بما أن أ ب أكبر من أ ج، أ ب من الزاوية اللي قصاد أ ب الزاوية ج، يبقى إذا قياس زاوية ج أكبر من قياس زاوية مين اللي قصاد أ ج؟ هقول له قياس زاوية ب، تمام؟ طيب حلو قوي، أنا كده ثبت إن أنت عندك قياس زاوية ج أكبر من قياس زاوية ب. فيما بعد هنعمل إيه؟ هنيجي نقول له لا تعالى لي، ده هو قال لك إن ده بيوازي ده، وما دام ده بيوازي ده يبقى الزاوية دي هتساوي الزاوية دي بالتناظر، ودي هتساوي دي برضو بالتناظر. فأقول له بما أن س ص يوازي ب ج، يبقى إذا قياس زاوية أ ص س هيساوي قياس زاوية ج، وقياس زاوية أ س ص هتساوي قياس زاوية ب، تمام؟ طيب ده بيوازي ده، فالزاوية دي بتساوي الزاوية دي، والزاوية دي بتساوي الزاوية ايه؟ دي، تمام؟ فانت كده عندك دي هنسميها رقم 1 والاتنين دول هنسميهم رقم 2، تمام؟ هنسميهم رقم ايه؟ 2. فايه اللي حصل؟ والاتنين دول هنسميهم رقم 2. بص بين 1 و2 انت عندك الجيم اكبر من الباقي، يبقى اذا ده اكبر من ايه؟ من ده. هو اصلا قايل ان الجيم اكبر من الباقي، يبقى اذا الزاويه دي اكبر من الزاويه ايه؟ دي. فاقول له ينتج ان من 1 و2 ينتج ان قياس زاويه أ ص س اكبر من قياس زاويه أ س ص، تمام؟ هو عايز يثبت هنا ان زاويه أ ه د اكبر من 45. بصوا يا جماعه، انا عندي ده مثلث قائم صح؟ انا عندي هو قايل ان أ ب اكبر من أ ج، يعني زاويه ج اكبر من زاويه ايه؟ ب، وعندي برضو بنفس الطريقه الزاويه دي هتبقى اكبر من الزاويه دي، فما دام ده مثلث قائم وفي زاويه حد اكبر من التانية يبقى اذا الزاويه دي اكبر من 45. بس كده، مفيهاش اي حاجه.
تعالوا انا بحاول اجيب لكم بس افكار متنوعه علشان تبقوا فاهمين. انا بحاول اجيب لكم افكار متنوعه، مش فكره ان انا خدت الدرس وخلاص وقلت فكرتين فيه، لا انا بحاول اجيب لكم دايما افكار متنوعه. هنا بيقول المثلث ا ب ج مثلث فيه ا ب اكبر من ا ج. ا ب اكبر من ا ج. طب ا ب مين اللي قصده زاويه ج؟ طب ا ج مين اللي قصده زاويه ب؟ اهو تمام. د تنتمي ل ا ب وه تنتمي ل ا ج بحيث ب د يساوي ه ج. اثبت ان قياس زاويه ا ج ه اكبر من قياس زاويه ا د ه. بصوا هو هنا مجمع لكم ما بين الدرس الاولاني والتاني. مش هو قايل لي ان ا ب اكبر من ه ج اكبر من ا ج؟ اقول له بما ان ا ب اكبر من ا ج وعندي دي قد دي ماشي، و ب د بتساوي ه ج، لما اطرح من الالف ب كله ب د هقول له بالطرح، يبقى اذا ا ب ناقص ب د هيبقى اكبر من ا ج ناقص ه ج. ليه؟ لان ا ب هي الكبيره، فانت هتشيل من الجزء من الضلع الكبير جزء نفس الجزء اللي هتشيله من الضلع الصغير، فهو هيفضل كبير برضه. تمام. طب ا ب كلها لما تشيل منها د ب هيتبقى لي ا ايه د، يبقى اذا ا د اكبر من ا ج كلها لما اشيل منها ه ج هيتبقى لي ا ايه ا ه، يبقى اذا ا د اكبر من ا ه. طيب هرجع بقى في المثلث. بصوا هو المثلث مديهولي اهو ا د ه، وقال لي ان ا د اكبر من ا ه. مين اللي قصد ا د؟ زاويه ه. يبقى اذا قياس زاويه ا ه د اكبر من قياس زاويه مين اللي قصد ا د؟ انا قلت ماشي ا د اللي قصده ه، مين اللي قصد ا ه د؟ اكبر من قياس زاويه ا د ه، وهو المطلوب اثباته. يبقى انا ثبتت له الاول ان ده اكبر من ده، بعد كده قلت له الزاويه اللي قصد ده هي زاويه ه، والزاويه اللي قصد ده هي زاويه ايه د. تمام. بقول لي ج تنتمي ل ب د بحيث ا ج اكبر من ا ب. ج تنتمي ل ب د وأ ج اكبر من ا ب. تمام. اثبت ان قياس زاويه ا ب د اكبر من قياس زاويه د. اثبت ان قياس زاويه ا ب د اكبر من قياس زاويه د. ركز كده معايا. هو قال لي الاول ان ا ج اكبر من ماشي اكبر من ا ب. ا ج ده اهو اكبر من مين؟ من ا ب. طيب ا ج مين الزاويه اللي قصده في المثلث ده؟ ب. وأ ب مين الزاويه اللي قصده في المثلث ده اللي هي دي، صح؟ طب حلو قوي. انا اقول له بما ان ا ج اكبر من ا ب يبقى اذا قياس زاويه ب اكبر من قياس زاويه ا ج ب، لان هي جنبها زاويتين ا ج ب. تمام. هنسميها رقم 1، هنسميها رقم ايه؟ 1. طب انت عندك الزاويه دي خارجه عن المثلث ا ج د، الزاويه دي زاويه خارجه عن المثلث ا ج ايه؟ د. فالزاويه الخارجه اكبر من اي زاويه داخله ما عدا اللي جنبها، الخارجه اكبر من اي واحده داخله ما عدا اللي جنبها. فمعنى كده ان زاويه ا ج ب دي اكبر من زاويه ايه؟ د. اكبر من زاويه ايه؟ د. هقول له بما ان ا ج د زاويه ا ج د خارجه عن المثلث ا ج د. تمام. ا ج ب زاويه ا ج ب خارجه عن المثلث ا ج د، يبقى اذا قياس زاويه ا ج ب اكبر من قياس زاويه د، اكبر من قياس زاويه ايه؟ د. بصوا بقى انا عندي بقى اكبر من مثلا هنسميها مثلا وليكن ه، بقى اكبر من ه وه اكبر من د، يبقى اذا بقى اكبر من ايه؟ من د. يعني انا لو عندي س اكبر من ص، طب ما ص اكبر من ع، فمعنى كده ان السين اكبر من الصاد والصاد اكبر من العين، فمعنى كده ان السين اكبر من ايه؟ من العين. هي دي نفس الفكره بالظبط. انت عندك بقى اكبر من الزاويه دي ونفس الزاويه اكبر من د، يبقى اذا بقى اكبر من ايه؟ من د. من 1 و2 هقول له من 1 و2
ينتج أن قياس زاوية ب أكبر من قياس زاوية د، وهو المطلوب إثباته. تمام؟ هنا نفس النظام بقى، يعني أنا مش عايزة أحللكوا نفس الأفكار، وفي نفس الوقت مش عايزة أطول عليكوا أوي، فخلينا ناخد اللي هي دي عشان نبقى جبنا كل الأفكار. بيقول لي أ ب ج مثلث فيه أ ج أكبر من أ ب، تمام؟ وأ د عمودي وقطعها في د، برهن إن زاوية ب أ د زاوية ب أ د أقل من قياس زاوية ج أ د. بص ركزوا معايا كده، بصوا ركزوا معايا. انا عندي عشان بس تكونوا فاهمين لان الفكره دي لذيذه، أ ج اكبر من أ ب، مظبوط؟ فمعنى كده ان قياس زاويه ب اكبر من قياس زاويه ج، معنى كده ان قياس زاويه ب اكبر من قياس زاويه ايه؟ ج، صح؟ طيب انت عندك ده مثلث قائم، وليكن هفترضها بالارقام عشان تفهم، وليكن الزاويه دي ب50 والزاويه دي مثلا ب30. انت عندك ده قائم، خدت انت منه في زاويه ب50، يبقى الزاويه الثالثه بكام؟ هقول له 180 ناقص 50 زائد 90 ب40. طب الناحيه الثانيه، ما انت عندك برضو مثلث قائم وفي زاويه كام؟ وفي زاويه 30، يتبقى لك الزاويه دي بكام؟ ب60. يبقى اذا الزاويه دي اكبر من الزاويه دي. هو ده اللي عايز يثبته، ان ب أ د اصغر من ج أ د، هو ده اللي هو عايز يثبته. بس بتكتبها بقى ايه؟ برهان. تمام؟ هي خلاص انا كده قلت الافكار اللي عندنا، واخر كانت اخر فكره المفروض اتكلم عنها، لان الخارجه اكبر من اي زاويه داخله ما عدا المجاوره لها. تمام؟ طبعا انا بحللك الافكار ككل، بحللك كل فكره من الدرس بحيث ان انت تبقى مجمع الافكار كلها. لكن كحل انا لو قعدت 2 3 احل وانت ما حلتش بايدك وفكرت لوحدك مش هتعرف تحل في الرياضه. فامسك الكتاب او امسك المذكره او ايا كان الحاجه اللي معاك، امسكها واقعد حل انت بايدك. افهم الدرس، بعد ما تفهم الدرس روح حل بايدك. حليت والدنيا تمام، ظبطت تمام كده كويس. ما حلتش ارجع اتفرج على الفيديو تاني او هات فيديو جديد لحد جديد، مش شرط تاني. تمام؟ وارجع حل تاني وشوف ايه اللي انت هتفهمه وايه اللي انت مش هتفهمه. تمام؟ وطبعا انت اكيد يعني اكيد بتروح درس او كده، الحاجه اللي مش فاهمها قوي ممكن تسال المستر بتاعك فيها، او ايا يكن بقى هتسال حد اللي انت بتتواصل معاه. تمام؟ كده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده، ان شاء الله استنونا في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.